طبعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد كثير من الأخبار المتداول وبعد كثير من الأخبار المنتشرة اتأكدت أخيرا أنه استشهد أحد الأبطال القوات المسلحة. طبعا اليوم دي من الأيام الحزينة جدا جدا نحن كسودانيين بالنسبة علينا، نعلو فقدنا إحدى الأبطال القوات المسلحة اللي هو عثمان مكاوي وطفور. إن الله وإنا إليه راجعون، وربنا يرحمه ويتقبله إن شاء الله، ربنا يجعله من أصحاب اليمين وإن شاء الله يجعله من أصحاب الجنة، وربنا يصبر أهله وربنا يصبر كل الشعب السوداني وربنا يصبر كل محبيه في أرض الوطن الحبيب. بالنسبة لنا نحن كسودانيين وأنا من ضمن الناس، يوم بالنسبة لي يوم حزين جدا جدا، نعلو فقدنا بطل من أبطال القوات المسلحة، نعلو اتعودنا عليه يوم نشوف انتصارات في فيديوهاته على حسابه في التيك توك، يوميا نشوف انتصار جديد، يوميا نشوف حماس منه، يوميا نشوف حبه لنا احنا كمواطنين وحبه للوطن وحبه للقوات المسلحة. المفترض اللي يحصل بعد الحرب دي، المفترض انه يعملوا متحف في قصر الجمهوري بعد الحرب دي، مفترض يعملوا متحف لكل الابطال اللي استشهدوا في الحرب دي ولكل الابطال اللي قدموا ارواحهم في سبيل الله في ارض الوطن. المفترض يتعلقوا بلوحات في قصر الجمهوري عشان اي انسان يجي داخل قصر الجمهوري يقول يا سلام ديل ابطال القوات المسلحه، يقول يا سلام ديل ابطال الوطن، يقول يا سلام ديل الابطال اللي قدموا ارواحهم وهم من ماتوا شهداء في ارض الوطن الحبيب. خلينا نشوف احدى الفيديوهات اللي هو صورها ونزلها على حسابه على التيك توك قبل ما ينطق شهادة لا إله إلا الله. خلينا نشوف هو كان قدر شنو بحب الشعب السوداني وقدر شنو بحب الوطن وقدر شنو كان بحب القوات المسلحة. خلينا نشوف ونتابع ونترحم عليه تحت كلنا على الكومنتات. أخوانا الشعب السوداني وقوات المسلحة، بحبكم والله، بحبكم شديد. القوات المسلحة عندها حب خاص لي أنا، والشعب السوداني عنده حب لي، أقسم بالله العظيم يا مواطنين السودانيين، والله بحبكم، والله بحبكم في الله وبحبكم انتوا أخواني والله. ونسأل الله كل الشهداء وهنا هو السابقون وأننا اللاحقون إن شاء الله، هو السابقون وأننا اللاحقون. خلاص هنمشي، هنعيش كم سنة في الدنيا؟ الأمور شوف أمور كم، هنعيش كم سنة؟ خلاص هسانينا قاعدين نقاتل عشان دارين نمشي بعد خلاص، خلاص بران نفسنا بعد خلاص للقتال ماشيين، ناس يجي ورانا تاني يجي يقاتلوا. خلاص أنا من لحد هنا وصلت أنا كفاية الحمد لله، نشكر الله ربنا سبحانه. كان بالأمس يودع فينا واليوم قادر الفداء مظل عثمان مكاوي إلى الرفيق الأعلى. والله يا مكاوي لقد غطعت قلوب الملايين السودانيين وملايين العالم، ولا نقول لك إلا وإنا لله وإنا